في واحد عمل مداخلة اسمه الأستاذ أشرف شاكر. أشرف شاكر دوت كان معلق رياضي وما زال يعني، بس يمكن هو مختفي عن الساحة في مصر شوية. الراجل دوت بيدرس في أمريكا. الراجل دوت عمل المداخلة وقال وأقسم بالله إنه لو استلم منتخب مصر في كأس العالم اللي جاي هيجيب بمصر كأس العالم. واحد هيقول لي ايه ده كأس العالم مرة واحدة؟ اقول له اه. يمكن انا شفت الفيديو مرة واتنين وتلاتة وسمعت الكلام كلمة كلمة. الراجل دوت اقسم على الهوا، قال لك سلمني المنتخب استلموا مني في 2026 مع كأس العالم اللي هو اللي جاي ده. الكلام ده كان من سنة. طيب سواء بيكذب يعني، هو ليه كل الاحترام والتقدير والله يعني بس هو اي حد هيسمعه هيقول ان هو بيأفور، بس ما علينا يعني. سواء بيتكلم بجد او عايز يكسب ترند. الراجل دوت احنا ليه هنا في مصر ما جبناهوش وقلنا له يا عم انت قلت واحد اتنين تلاتة قول لنا ازاي؟ هو الراجل شرح، هو مش ما شرحش، لا هو الراجل شرح وقال لك ان انا ده عامل دكتوراه في تكتيك كرة القدم ماشي، ومعلق حوالي على 10,000 ماتش، من ضمنهم دوري اسباني، دوري انجليزي، دوري الماني، كل الدوريات اللي في العالم بتصفيات كاس العالم بتاعه الدول التانية دي، تمام، بامريكا الجنوبية بامريكا الشمالية بكله. فبيقول لك انا عندي خطة تخلينا نكسب كاس العالم، او هنمشي على طريق يكسبنا كاس العالم. يا سيدي مش هيكسبنا كاس العالم، بس هيخلينا نعمل اداء كويس في كاس العالم. الراجل دوت ليه ما اتجابش؟ ليه ما حدش جابه كده قال له يا عم انت بتقول ايه؟ تعالى كده فهمنا. والله اقتنعتوا بيه تمام، ما اقتنعتوش خلاص برضو تمام، تطلعوا تقولوا. الراجل ده قال الكلام ده من سنة بالظبط، اختفى، فص ملح وداب. فهل في حد راجع على الكلام ده؟ هل في حد قال له فهمنا احنا محتاجين نفهم؟ يا عم انا ما بقولكش مسكوا المنتخب، ما تمسكوش المنتخب، بس خليه معاك هيفيدك. الكرة دلوقتي ما بقتش كورة في ملعب والكلام ده كله وجماهير وهي وهاي والكلام ده كله. الكرة دلوقتي بقت بيزنس، غير انها بقت بيزنس بقت دراسة. الراجل بيقول لك انا عامل دراسة في الكورة. ما ينفعش انا واحد زي دوت اسيبه يمشي من تحت ايدي. ممكن الراجل دوت يبقى شغال في حتة تانية. الراجل دوت ممكن، ما هي الحلقة ديت او المقطع بتاع المكالمة دوت ماشي بيتعرض على يوتيوب، بيتعرض على جميع المنصات. ممكن حد سعودي، حد اماراتي، حد من اوروبا، حد من امريكا فهم الكلام دوت وترجمه وقال له طب تعالى وريني انت هتعمل ايه. انما احنا هنا بح سمك لبن تمر هندي. احنا عايزين السبوبة. السبوبة حلوة، الكتمان ناس عالي، تمام. ما يفرقش معانا بقى مصر توصل كاس العالم. احنا لو وصلنا كاس العالم فين المكافأة بتاع كاس العالم؟ انما احنا ما عندناش حد بيخطط لنا. اللي ماسك المنظومة في مصر هنا مفيش، هنا هوبا لالا. في الاخر يطلعوا يقولوا اصل احنا بنتطوع. يا عم احنا مش عايزينك تتطوع، احنا عايزينك تشتغل. احنا عايزينك تشتغل. بص هنا على المنتخب، بص عندك على المنتخب المغربي عامل ايه. المنتخب المغربي بياكل اللي قدامه، سواء منتخب اول خد رابع كاس عالم، النهارده وصل نص نهائي اولمبياد وهيلعب على ميداليه وهيقابل اسبانيا وبنسبه كبيره ممكن يطلع اسبانيا. انت فين؟ انت لسه كسبان النهارده باراجواي اهو، كسبانها بضربات الجزاء. ده يمكن اول انجاز بقالك قد ايه. انت الاولمبياد اللي فاتت كلها، الدورات اللي فاتت كلها انت ميح. انت اخرك دور الثمانية وبتفصل. يا جماعه مش كده. حسوا شويه بالناس. الناس دي بقى الناس هنا في مصر بتتنفس كوره.
هي دي الحاجة اللي بتبسطها. مش عايزين ننكد عليهم كمان في الحاجة اللي بتبسطهم. يلا ما علينا. معلش لو كنت طولت عليكم، يا ريت اللي يشوف الفيديو يعمل لايك ويشترك في القناة. كان معاكم محمد عاطف، ومليون مبروك مرة تانية للمنتخب المصري، ويا رب ان شاء الله اللي جاي يبقى احسن. يلا السلام عليكم.